اليوم حكايتنا من دولة عربية شقيقة. كنا كنبغيو بعضياتنا لمدة ديال 4 سنين وتزوجنا عامين، وعندنا وليد عنده 10 شهور. القصة صعيبة بزاف، صعيبة عليا حتى باش نعاودها. من 6 سنين ولا 7 كنت كنقرا في الكلية، وتعرفت على واحد الولد كان كيدير الدكتوراه، وكان كبر مني ب5 سنين. تعلقنا ببعضياتنا بزاف. فاش تعرفت عليه كان مرتبط بواحد البنت اخرى، وحتى انا كنت مخطوبة، وكلنا كانت كتجمعنا القرايه، وانا وبدر كنا حاسين باللي غنكونوا لبعضياتنا. واخا هو كان مرتبط وانا مخطوبة، وبالنسبه لينا كانوا عائق في طريقنا، وداز الوقت حتى واحد فينا ما قال لاخر على الاحاسيس ديالو، ولكن كنا عارفين اش كيدور في دماغ بعضياتنا. الحاجة الغريبة اللي أنا ما عرفتش ليها التفسير لحد اليوم، هو واحد النهار غادي يجي عندي بدر ويقول لي: سكينة راني تفارقت مع حياة البارح. تفاجأت وانا نقول ليه حتى أنا راني فسخت خطوبتي البارح، وبدينا كنضحكوا وانا نقول ليه كنتمنى ندوزو هاد النهار على خير. ويوم على يوم بدينا كنقربوا من بعضياتنا كتر وكتر، ودازت الايام حتى لواحد النهار وهو يقول لي: سكينة، انا كنبغيك بزاف ومن زمان، ملي شفتك اول مرة في الكلية، وانا راني كنبغيك اكتر من كتصوري. فرحت بزاف وقلت ليه حتى انا كنبغيك بزاف. المهم بقينا كنخرجوا مع بعضياتنا، واتفقنا باللي غادي يجي يخطبني، وملي نشد الاجازة من بعد عامين غنتزوجوا. ودوزنا فترة الخطوبة احسن ايام حياتنا، وملي تخرجت تزوجنا وعشنا حياة زوينة هادية ومستقرة وفرحانين، وكل واحد فينا كيموت على الاخر، وقاع الناس اللي كيعرفونا كانوا حاسديننا على الحب ديالنا. وواحد نهار كحل فاق فيه بدر وفيه السخانة، وكيشكي براسو ورجع بزاف لدرجة ما بقاش قادر باش يمشي للسبيطار. وانا نعيط ليه على الطبيب، وجا لعندنا للدار وقال لي هاد الادويه خاصو ضروري يشريها ويشربها باسرع وقت. وما بقيتش عارفه اش ندير، وانا نتصل بماما باش تجي تعاوني على بدر وناخدوه للسبيطار باش يدقوا ليه البره، وهي تقول لي غير خليه مرتاح، انا غدا نجي ندقها ليه. وانا نقول ليها راه ممكن يحشم منك وما يبغيش بلا ما نحرجوه. قالت لي لا، راه غادي يرضى، دابا هو راه اهم حاجه عنده هي حرارته تنزل باش يرتاح، وبلا ما تقولي ليه باش ما يعترضش، راه ملي غيشوفني قدامه والبرا في ايدي ما غاديش يعترض. ما دازتش نص ساعه حتى جات ماما، حليت عليها ودخلات وسلمات على بدر وسولاتو باش كيحس. وملي جات تدق ليه البرا ما بغاش وكان حشمان منها، وهي تقول ليه انا راه بحال ماماك ما تحشمش مني، وكون مشيتي للسبيطار راني تغدا تدقها ليك مرا. وبدات كتضحك معاه، وهي تقول ليه دور نشوف، وغير هزات ليه حوايجو وتخلعات بحال شافت عفريت. خلعاتني وانا نقول ليها مالك يا ماما، دقي ليه البرا. ودقاتها ليه وهي كتقفقف، وهي تبدا تقيس فيه بالشويه، وانا كنفكر وكنقول اش جالسه كدير. وانا نقول ليها مالك يا ماما اشنو اللي جاري، وهي عينيها مفيكسين على واحد الوحمه عند بدر. بصح عندها الحق، راها كتخلع، لحقاش الوحمه شكلها خايب، ولكن ماشي لهاد الدرجه، وعيب بدر ما غيعجبوش الحال. وهي تحيد وهي كتقول عبد الكريم، عبد الكريم. وانا وبدر قلنا ليها شكون عبد الكريم، وما سكتاتش. وشويه وهي تقول ولدي عبد الكريم، انا متاكده انت هو ولدي عبد الكريم، مستحيل نكون غلطت في الوحمه، ولدي عنده بحال هاد الوحمه. وهي تقول عبد الكريم وسكينه، اويلي ما يمكنش، اش درت انا؟ نرجع بكم 31 عام دازو على ماما.
كانت عندها 16 عام، وكانت راجعة من السوايع مع 9 ديال الليل، وخدات طاكسي كبيرة، وكان عامر بالناس، وبقاو كينزلوا واحد مورا واحد، حتى بقى غير الشيفور وهي وواحد اخر. ومن كلامهم كان كيبان انهم كيعرفوا بعضياتهم، ولكن هي ما كانتش مادياها فيهم، وكانت كتفكر غير امتى غتوصل للدار، لحقاش تعطلات حيت ما لقاتش طاكسي دغيا، وهي غير كتفكر اش غادا تقول لباها وامها على هاد التعطيله، وعارفاهم ممكن يضربوها، وباها كان صعيب بزاف وما كانش في قلبه الرحمه، وهي اصلا ما كانتش في السوايع، غير كذبت عليهم باش تحضر العيد ميلاد ديال صاحبتها. وقاع الطريق وهي كتفكر اش غادا تقول ليهم في الدار، وما داتهاش قاع في الطريق. شويه وقف الطاكسي ونزل داك الراجل اللي جالس جنب الشيفور، وجلس حداها وبدا كيتقرب منها ومسها بشعرها واتكى على كتافها، وهي كتقول الشيفور وقف وقف باش ننزل، وهو ما داهاش فيها وزاد في الموسيقى، وبداو كيغنيو، وصاحب الشيفور كيتحرش بيها وكيتلمس فيها، وهي كتغوت وكتبكي، وهو يجبد عليها موس، وقال ليها تزيدي كلمه اخرى غير ودعي الدنيا، وبدا كيقطع عليها في حوايجها وكيتلمس فيها، حتى وصلوا لواحد البلاصه خاويه فيها واحد الدار مهدومه، وجروها من الطاكسي ودخلوها لهاديك الدار، وهي كتطلب فيهم وكتبكي باش ما يقيسوهاش، ما داوهاش فيها، وبقات كتغوت حتى تخفات وما رحموهاش. وهاد النهار كان اكفس يوم في حياتها. ملي فاقت لقات راسها في هذيك الدار المهجوره وكلها مجروحه، وبقات كتبكي وكتمنى كون غير ماتت وما شافتش هاد النهار. من هذاك النهار حياتها ضاعت ومستقبلها مشى. كانت كتفكر اش غادا تقول في الساعه اللي تعطلات فيها، اش غادا تقول لباها واش غادا دير، ودابا راجعه ليه بمصيبه. المهم لبسات حويجها وخرجات من هذيك الخربه، وهي غاده في الزنقه والناس كيشوفوا فيها، كانوا حويجها كلهم مقطعين باين اشنو اللي جرى ليها. وسمعات واحد المراه كتسول فيها وكتقول ليها شكون دار فيك بنتي هاد الشي، ودات هذيك المراه معاها لدارها وعطاتها تلبس من حويج بنتها، وعطاتها حتى شي حاجه ديال الفلوس باش تركب وترجع لدارهم، وقالت ليها سيري يا بنتي وقوليها لداركم وراهم هما عارفين اش غيديروا باش حقك ما يضيعش. سمعت المراه ومشات لدارهم، وهما كانوا اصلا كيقلبوا عليها، غير هي دقت الباب وحل عليها باها، جرها من شعرها من الباب وبقى كيضرب فيها، وامها فكتها منه غير بزز. وملي شداتها وشافت فيها وشافت الحوايج اللي لابساهم، سولاتها منين جاوك هاد الحوايج ومالك كلك مجروحه. وامها فهمات اشنو اللي جرى وبدات كتبكي وكتقول ليها هاد الشي ما يمكنش، وحتى باها فهم وبدا كيغوت، وبقات امها كتندب وتخبط في فخادها وكتقول ويلي على فضيحتنا حتى تخفات. وعاود رجع باها كيضرب فيها من جديد وكيقول ليها جبتي لينا الدل والعار، شوهتينا وفضحتينا قدام الناس، الموت حسن ليك، هاد الشي كله بسباب امك اللي مدستراك، وياك تنقول لك لبسي حويج واسعين عليك وكنقول لك غطي شعرك. ومشى كيجري الكوزينه وهي تفيق ماماها وبعدات عليها وكتقول ليها بارك علينا فضيحه وحده ما ديروش لينا جوج. ولكن باها ما داهاش في كلام امها وبقى كيتهدد، وامها بقات كتجر فيه وهي تهرب. وملي خرجات للزنقه ما عرفاتش فين تمشي، بقات غير كتدور من زنقه لزنقه وهي كتبكي. ملي عيات جلسات فوق واحد الكرسي ديال الطوبيس ودموعها نازلين، وهي تشوفها واحد المراه وجات عندها وسولاتها اشنو اللي جاري ليك يا بنيتي، وهي تعاود ليها قصتها كامله. وقالت ليها المراه انا راه عايشه غير بوحدي
إلا بغيتي تعيشي معايا مرحبا. وهي تمشي معاها. جلسات عندها 2 السيمانات وولات كتخرج تقلب على خدمة باش تصرف على راسها وتعاون المرا في مصروف الدار اللي ربي وقفها ليها في طريقها، وخدمات في شركة ديال الخياطة. ومن بعد دازت شي سيمانات وهي تبدا تحس بالدوخة وبدات كترجع وعرفات راسها باللي حاملة، وبقات جالسة مع المرا حتى ولدات. وكانت هذيك المرا حاضيها بحال بنتها، وملي ولدات سمات ولدها عبد الكريم. دوز معها الشهور الاولين وما قدرتش على التربيه ديالو، وخافت من كلام الناس وخداتو للملجأ ورجعات هي لخدمتها. والشاف ديالها في المصنع عجباتو الخدمه ديالها ودارها شاف على الخدامه. وواحد النهار وهي تمرض، لحقاش كانت كتخدم بزاف وهي تطلب من المدير عطله. وجا الشاف وسول الخدامه على العنوان ديالها ومشى عندها لعند هذيك المرا اللي جالسه عندها. وكانت دارها قديمه بزاف وحتى الفراش اللي فيها كان قديم. دخلاتو المرا للدار ورحبات بيه وشافها وقال ليها الله يشافيك، وبقى كيتكلم معاهم. وملي مشى قالت ليها المرا هاد الراجل كيبغيك، وهي تقول ليها غير غيعرف قصتي وما غيبقاش يبغيني. وجاوباتها المرا وقالت ليها لله في خلقه شؤون. ملي رجعت للخدمة واحد النهار عيط الشاف عليها وقال ليها واش ممكن نجي عندكم بعد الخدمة لداركم. قالت ليه الدار دارك. ملي جا عندهم للدار طلبها للزواج، وكانت خايفة تقول ليه على الحقيقة، ولكن المرا شجعتها وقالت ليها باين عليه ولد الناس، المهم يعرف منك وما يعرفش من غيرك. وهي تعاود ليه قصتها كاملة وقال ليها صافي نساي عليك الماضي وخلينا نعيشو لدابا ولمستقبلنا. وتزوجات ماما بالشاف ديالها وولدوني انا سكينة. ومن بعد ولاتي ب5 سنين مات بابا، وكانت ديما كتمشي عند المرا اللي وقفات معاها كتزورها، لحقاش المرا ما بغاتش تخرج من دارها. اما عبد الكريم رباه واحد الناس لاباس عليهم وغيروا ليه سميتو من عبد الكريم البدر. المهم كبرنا وتزوجنا عن حب انا وبدر، والصدمه كانت كبيره وقويه عليا وما بغاتش تدخل ليا لراسي. بدر راجلي وبابات ولدي وخويا، اش ندير؟ دارت بيا الدنيا ودخلت في حاله نفسيه صعيبه. وبدر مشى للجامع وسول وقال ليه الفقيه خاصنا نطلقو، لحقاش زواج الخوت حرام وما عندنا حتى اثم عليه، وولدنا ياسير راه ولدنا وما عندناش الذنب فيه، لحقاش ما كناش عارفين باللي رحنا خوت. عافاكم لما دعيو معايا ندوز هاد المحنة في سلام، لحقاش كنحس باللي باقي ليا شوية ونتسطى. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.